عادتهم ولا هيشتروها؟ النادي الأهلي معروف بعاداته الجميلة والسسبنس لآخر لحظة في المباراة. بيقدر يخطف 3 بونت من فم الأسد من فاركو اللي عمل مباراة قوية جدا. ومدرسة الفن والهندسة لسه بتقدم الدروس وبتعبر الحدود برباعية نظيفة. متنساش تعمل لايك، ولو لسه مشتركش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة. مباراة النادي الأهلي النهارده وفاركو، يعني انتوا لازم تموتوا حد. يعني انتوا كنادي أهلي لازم الأزمات القلبية اللي بتجيبوها للناس، يعني ما هو انتوا هتخلوا الأهلي يجيب جون بدري، يا إما تلغوا الوقت الضايع. يعني خلاص هو الدقيقة 90 انهي، ما فيش وقت تاني. احنا مش هنلعب تاني بعد الدقيقة 90. هو يعني انت لو ما جبتش جون بعد ال 90 هيقولوا الفريق اللي ما عندوش إثارة ومتعة اهو. ما تحط يا عم جون بدري يا عم. هتحط جون بدري وتريح أعصاب الناس. هتجيبوا جلطة للناس، الناس قلبها بيقف لآخر لحظة. وبعدين يا عم كولر، انت لازم تغير في الدقيقة 15، بقى ربع ساعة في الدقيقة 75. ما تغير بدري يا عم، الفرقة محتاجة راس حربة بدري. ليه الدقيقة 75 والفريق تبقى خلاص اللي قدامك الفرقة الخصم بتدافع دفاع مستميت، واللعيبة بتنزل متلهوجة بتدور على بعضيها وأي أوفر من هنا وأي خطوة من هنا. ما تدي اللعيبة مساحة 20 25 دقيقة يعرف يتصرف فيها وتجيله فرصة من هنا يرتاح هنا يخلص هنا. ليه آخر 10 دقايق التغييرات تبدأ تنزل يعني، وتستنى أي كرة ساقطة أو لقطة؟ عندك 3 4 رؤوس حربة ولسه بتلعب براس حرب وهمي، قفشه وبرونو. يعني هي ثنائيه مش نافعه في صناعه اللعب، الملعب مش شايلهم في صناعه اللعب. هتشيلهم للملعب وهتشيلهم للفرقه كروس حرب وهميين؟ مش طريقه لعبك معروفه 4 2 3 1، بتتقلب النهارده 4 4 2 علشان الاتنين قدام قفشه وبرونو يطلعوا على الاطراف، وان كان كريم فؤاد واحمد عبد القادر يخترقوا الدفاعات بدلهم في اللامركزيه في راس حرب وهمي برونو قفشه. بس هي مش نافعه. يعني النادي الاهلي مش متعود على راس الحرب وهمي. النادي الاهلي اتعود على خلاص ان لازم يكون في سنتر فيرود مهاجم داخل الصندوق يقدر يخلص فريش ده كله. خلاص بطلت تلعب على الاطراف وبتلعب في العمق بس، تخترق في العمق بس. الموضوع هيبقى صعب لو في فرقه عندها تكتلات دفاعيه مش هتقدر تخترق في العمق، هتعمل لك مشاكل. يعني انا مش عارف ازاي كولر بصراحة مش قادر يثبت تشكيل لغاية دلوقتي. ليه الروتيشن الكتير والزيادة ده كل مباراة بالأربعة وخمس تغييرات في خطة اللعب؟ هي أعتقد هي اللي عاملة المشكلة بين اللعيبة، مفيش انسجام بين اللعيبة. روتيشن كل مباراة في خط الهجوم وفي خط الظهر. يمكن الخط الأساسي اللي ثابت شوية السولية وديانج، هما بس اللي واخدين الانسجام في نص الملعب. واعتقد ان هو هيغير فيهم بعد كده بقى رجوع حمدي فتحي. يعني الاهلي بعوايده بيخلص في اخر دقيقه. الاهلي ما تامنش الاهلي غير في اخر دقيقه. لا، هو ما تامنش الاهلي غير لما الحكم مصفر. بص، هو ما تامنش الاهلي غير لما تروح وممكن يرجعوك تاني تلعب ويقول لك الاهلي حط فيك جون. يعني بصراحه دي عزيمه واصرار لعيبه النادي الاهلي. انا بشوف ان كولر مدرب كويس جدا من وقت ما جه، وانا بقول ان كولر مدرب كويس ووجهة نظر فيه مش هتتغير. بس انت ليه لغايه دلوقتي انت داخل على مرحله صعبه؟ افريقيا هتبدا، كاس العالم للانديه جالك. ازاي انت اصلا في الدوري بتلعب بالمستوى ده ولسه ما ثبتش تشكيل لنفسك اساسا يعني؟ كولر لازم يعيد حساباته، لازم تشكيله ثابته. الروتيشن يكون في لاعب او اتنين، مش في خمس ست لعيبه كل مباراه. تعمل عدم انسجام بين اللعيبه في خط الهجوم وفي خط الظهر، وده باين قوي على اللعيبه مش مركزه، مفيش انسجام يعني. اتمنى ان كولر يعيد حساباته ويظبط تشكيلته ويشوف الناس اللي تستاهل تكون موجوده. وفكره راس الحرب الوهم دي هي حلوه بس ما بتعملهاش تاني. يعني مش هتيجي معاك. يعني الاهلي خلاص اتعود على راس حرب في الصندوق يتلعب عليه يخلص، يفنش لعب الاطراف لعب العمق، يكون عندك حلول كتير تعمل لك حلول كتير. النهارده نادي الزمالك بصراحه يعني 3 4 3 هي لايقه على الزمالك. يعني انت خلاص كده لقيت نفسك 3 4 3، انا بشوفها اقوى تشكيله للزمالك. وطبعا لسه مع دونجا اللي قاعد بره، السيسي قاعد بره. يعني 3 4 3 كتشكيل مش كاسماء قويه جدا. الزمالك متحكم في نص الملعب، الزمالك متحكم في رتم اللعب من اول مباراه لاخر مباراه. بيوصل للجون كتير، بيهدف كتير. شيكابالا
شيكابالا أنا وجهة نظري فيه يا جماعة، بس عشان ما حدش يقول لي أنت بتغيّر رأيك. شيكابالا أنا باشوف إن هو طراز عالمي، لعيب من طراز عالمي. شيكابالا كرويًا لعيب هايل جدًا. أنا باحب شيكابالا، ودايمًا شيكابالا في رجله الكورة خطر. بس أنا باختلف مع شيكابالا أخلاقيًا شوية، يعني هو ليه شوية حاجات كده أخلاقيًا. المفروض يكون لعيب كبير هو خلاص، يعني الخبرات استفدت خبرات، المفروض تمسك نفسك في الملعب شوية، تركز كده، إن كان ضغط جمهور، ضغط عندك مشاكل مع فرقتك كده. لكن الزمالك فريرة يعني آه، ما اتمناش ترجع بقى ل3 5-2 و5-3-2 والكلام اللي أنت بتعمله ده. هي 3-4-3 حلوة جدًا على الزمالك، بيوسف أسامة نبيه اللي متألق جدًا. يعني بصراحة يوسف أسامة هايل جدًا. بيقدّم مستويات وبياخد ثقة كل ماتش عن التاني جنب زيزو. ليه مستقبل هايل جدًا يوسف أسامة نبيه يعني. هي خلاص يوسف أسامة والجزيري وزيزو، وأنت ثبّت على كده بقى. هترجع بقى هتلاقي إمام عاشور عندك. إمام عاشور بصراحة يا جماعة بيستوي. إمام عاشور بيستوي. بقى لاعب خلاص. إمام عاشور ده يعني نُص ملعب مصر، هتلاقي إمام عاشور قطعة ثابتة فيه السنين اللي جاية. لاعب بيتطور من نفسه، شغال على نفسه كتير. مش مش عندي شوية خلاص أنا هاعتمد عليهم، لأ شغال على نفسه وبيتطور. مستواه كل مباراة وكل موسم أعلى من التاني. زيزو طبعا في فورمة بقاله سنتين، يعني ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحميه يعني أنا بشوف إن حاليا استقرار الزمالك كفرقة أعلى من استقرار الأهلي شوية. يعني فرقة خلاص عارف تشكيلته ومثبت لعيبته وعارف مين اللي بيقعد ومين اللي بيلعب. غير كولر اللي فيه حاجات في دماغه، عايز يجرب حاجات كتير ورا بعض، عاملة دوشة كده في الفريق. الأمور مش مرتكزة معاه يعني.